جاء رجل إلى محل دجاج ومعه دجاجة مذبوحة يريد تقطيعها، فطلب منه صاحب المحل تركها والعودة بعد ساعة لأخذها. مر قاضي المدينة على صاحب محل الدجاج وقال له: أعطني دجاجة. فأجابه صاحب المحل: ليس عندي إلا هذه الدجاجة وهي لرجل سيرجع ليأخذها. فقال القاضي: أعطني إياها، وإذا جاءك صاحبها فقل له إن الدجاجة طارت، فإن اعترض دعه يشتكي ولا يهمك. ثم أخذ القاضي الدجاجة وذهب. جاء صاحب الدجاجة إلى المحل ليأخذها، فأخبره صاحب المحل بأنها طارت، فغضب الرجل وقال: هل أنت مجنون؟ لقد أحضرتها وهي مذبوحة، فكيف تطير وهي ميتة؟ هيا نذهب للقاضي حتى يحكم بيننا ويظهر الحق. وأثناء ذهابهم إلى القاضي مروا بمسلم ويهودي يقتتلان، فأراد صاحب محل الدجاج أن يفصل بينهما، ولكن إصبعه دخل في عين اليهودي ففقأها. تجمع الناس وأمسكوا بصاحب المحل وجروه إلى القاضي، لكنه أفلت منهم وهرب. دخل مسجدا وصعد فوق المنارة فلحقوا به، فقفز من فوق المنارة ووقع على رجل كبير فمات الرجل. جاء ابن الرجل ولحق بصاحب المحل وأمسكه هو وباقي الناس وذهبوا به إلى القاضي. عندما رآه القاضي تذكر حادثة الدجاجة فابتسم، لكنه لم يكن يعلم أن عليه 3 قضايا: سرقة الدجاجة، فقء عين اليهودي، قتل الرجل كبير السن. أمسك القاضي رأسه وجلس يفكر، ثم قال: دعونا نأخذ القضايا واحدة واحدة. نادوا أولا على صاحب الدجاجة. قال صاحب الدجاجة: هذا سرق دجاجتي وقد أعطيته إياها وهي مذبوحة، وهو يقول إنها طارت، كيف يحدث هذا يا سيدي القاضي؟ فقال القاضي: هل تؤمن بالله؟ قال الرجل: نعم. فقال القاضي: يحيي العظام وهي رميم؟ فما لك شيء عند الرجل؟ ثم قال: أحضروا المدعي الثاني. جاء اليهودي وقال: هذا الرجل فقأ عيني. فقال القاضي لليهودي: العين بالعين والسن بالسن، لكن دية المسلم لأهل الذمة النصف، يعني نفقأ عينك الثانية حتى تفقأ عينا واحدة للمسلم. فقال اليهودي: لا لا، أنا أتنازل عن الادعاء عليه. ثم قال القاضي: أعطونا القضية الثالثة. جاء ابن الرجل المسن الذي توفي وقال: هذا الرجل قفز على والدي من فوق منارة المسجد وقتله. فقال القاضي: اذهبوا بالمتهم إلى نفس المكان، واصعد أنت فوق المنارة ثم اقفز عليه. فقال الشاب: لكن يا حضرة القاضي، إذا تحرك يمينا أو يسارا قد أموت أنا. فقال القاضي: والله هذه ليست مشكلتي، لماذا لم يتحرك والدك يمينا أو يسارا؟ فقال الشاب: لا أريد شيئا منه، وأتنازل عن الادعاء عليه. العبرة هناك دائما من يستطيع إخراجك مثل الشعرة من العجين. إذا كان عندك دجاجة تعطيها للقاضي، فالحقوق تضيع بفساد العدالة.